ببداية المسلسل بنشوف بوابة غريبة بتفتح والكل بتطلع عليها باستغراب. بوابة سحرية بتربط عالم البشر بعالم الشياطين، وبطلع منها شيطان اللي بتقدم قدام محارب النار زوان، وهو واحد من محاربين العناصر الخمسة: النار والمي والمعادن والخشب والأرض. محاربين أسطوريين بيستخدموا عناصر الطبيعة عشان يقضوا على هدول الشياطين ويمنعوهم يتسللوا لعالم البشر. الشيطان بحكي له: ليش فتحت البوابة؟ بحكي له: زوان، بدي أستخدم قوتك عشان تنقذ أمي المريضة. الشيطان بحكي له: بتمزح؟ وفي شيطان بيعمل خير. وبتبلش بينهم المعركة. زوان ولع نار والحماس اشتغل، بس الشيطان قوي كثير، سرعتهم رهيبة ما بتنوصف. وبوكس واحد منه بكسر ايد زوان وصار يعاني، بس ما استسلم وولع نيران وهجم عليه بكل قوته وما عنده رحمة. المحارب الناري شغال يطحن بالشيطان يمين وشمال بقوته النارية، بس معقول الشيطان راح يسكت له؟ شكلك بتحلم. الشيطان هو كمان بيطلع قوته الخطيرة وببهرنا كنا بقتال مبهر من كل النواحي. والوضع خرب على الآخر وقتها منلاقي ثلج انتشر بكل مكان، وبظهر محارب المي الأسطوري، وكلهم كمان حذروا والوضع شكله رح ينقلب مجزرة. أثناء ما كانوا كلهم مشغولين منلاقي شيطان صغير بيطلع من البوابة وبهرب. القتال بصير أعنف وأعنف، والشيطان طور حاله وبطحن محارب النار وبخطف أم زوان والبنت. وزوان بكون عاجز يتحرك، بس وقتها بتدخل محارب المي الخطير وبحكي له: رجع أختي هسه فوراً. وبتطلع البنت اللي مع زوان أخت محارب المي، بس الشيطان قوته مرعبة وما حدا قادر عليه. بفعل البوابة وبحكي لهم: انتوا اللي فتحتوا البوابة وفقدت ابني بسببكم، عملتوا فوضى بعالم الشياطين، رجعوا لي ابني وأنا برجع لكم البنات. بعد 3 سنين من هاي الأحداث بنروح لقرية صغيرة على سفح واحد من الجبال، وفيها بنت صغيرة مليانة حيوية ونشاط اسمها سو. وهي بطريقها للبيت لما كانت بتجمع الأعشاب بتمر على كل واحد وبتسلم عليه. مرت على عمها السادس والسابع اللي كانوا بيحكوا عن تأثير الأكسر الخطير اللي خلى صحتهم زي الحصان، وكمان العم الخامس الصيدلي اللي كانت بتجيب له كل هاي الأعشاب الطبية. بتفوت بعدها على أبوها الأخ الثالث وحاكم هاي القرية، بس غصب عنها بتوقع منه دواء غريب. البنت بتتأسف، بس شو هالدواء الغريب؟ أبوها بعطيها مصاري وبحكي لها: روحي جيبي إناء جديد من المعلم اللي موجود ورا الجبال. وهي بطريقها بتقابل 3 من النينجا المتخفيين بيسألوها عن مكان القرية. سو خافت منهم فبتحكي لهم بسرعة عن مكان القرية وبتركض منهم. وهي بتركض بتوقع وظلت تتدحرج لحد ما خطت بلوح حجري قديم ومكتوب عليه: روح مخفية في تلة الضباب. البنت أول ما حكت اللي مكتوب عليه بلش يضوي، انرعبت أكثر وظلت تركض لحد ما بتلاقي صاحبنا المحارب الأسطوري قاعد بتحمم. بتنحرج وبتوقع من كثر الخجل. بعدها بنشوفهم هم قاعدين مع بعض، بحكي لها: شو اللي جابك هون؟ حكت له إنها تاهت وهي بتدور على حكيم الجبل، وبتضح إنه هالمحارب هو كمان رايح لنفس الحكيم، أخذها وراح عشان يوديها. وهم بالطريق البنت بتسأله عن حكاية التلة هاي وشو سر اللوح الغريب. حكى لها إنه المكان زمان كان فيه شياطين كثير بيهاجموا البشر وبكلوهم، لحد ما ظهروا محاربي العناصر الخمس الأسطوريين وقضوا عليهم وحبسوهم بعالم الشياطين. وبعدها المحاربين الخمسة خبوا حالهم عند المداخل الخمسة للبوابة في تلة الضباب عشان يمنعوا أي شيطان يتسلل من البوابة. المهم بوصلوا لوجهتهم أخيراً. البنت بتعطي المصاري للحكيم وبتعرفوا على طلب أبوها، وبمشوا بسرعة قبل غروب الشمس عشان البنت ما تتأخر على قريتها. على الجانب الثاني سكان القرية بسمعوا تنبيه عن هجوم مفاجئ، بروحوا لمدخل القرية وبنصدموا باللي صار. الحراس مقتولين وواحد من الأخوة الكبار كان منهم. بكونوا النينجا الثلاثة هم اللي عملوا هيك. واحد من الحراس بستنتج عشان يفتحوا له البوابة. النينجا بهجم عليه وبآخر لحظة بتدخل الأخ السادس، بس النينجا بكون قوي كثير وبجرحه، ودغري بتدخل الأخ الخامس وشكلها رح تولع. بهاي الأثناء كانت البنت وصلت حدود القرية وبتشوف اللي بصير. المحارب بمنحها إنها تروح وبحكي لها: أوعك تتحركي، الوضع خطير. الأخ الخامس بهجم والنينجا بصد كل هجماته بيعمل له حركة لولبية من تحت الأرض وبقدر إنه يجرحه، بس الجرح لونه أزرق. بهجم عليه هو وأصحابه بقدروا يجرحوه بثواني. بكونوا متفاجئين، هدول مش بشر عاديين، هدول شياطين متخفيين. ما بيستسلموا وبيقاتل بكل قوته. الأخ السابع بيحاول ينقذه بالمتفجرات بس كمان ما بيأثر فيهم، وبرد له الضرب كمان وما حد قادر عليهم. وبنطلق ناحية الأخ الخامس عشان يخلص عليه، بس وقتها بتدخل المحارب الرهيب زوان. خلص عليهم الاثنين بلمح البصر بقوته النارية. كل الأخوة مش مصدقين إنه واحد من محاربي العناصر الخمسة قدامهم. بظل الشيطان الأخير وبجهز حاله للقتال وشكله هو الزعيم تبعهم، بس هو أصلاً شو بده من هاي القرية؟ على الجانب الثاني طبيب القرية كان معه أخوه الصغير بتمشى شوي برا القرية.
ووقتها بسمعوا صوت انفجار بالقرية وبلاقوا الدخان طالع منها. عرف إنه في إشي بصير هناك، عشان هيك بنطلقوا ناحيتها بأقصى سرعة. نرجع للشيطان هسا اللي بغير هيئته وبظهر بشكله الحقيقي، وبكون شيطان الطاووس. وبلش القتال. زوان بالنار تبعته صار يضرب فيه، بس الشيطان بعطيه وحدة بطيره. بس على مين؟ هاد محارب النار يا عمي. بهجم عليه بكل قوته، وزوان مش راحمه، بجهز هجومه الأخير وبنطلق عليه، بس قدر يهرب منه بآخر لحظة. سكان القرية بيجيلهم الزعيم وأخوته مرعوبين من هول اللي شافوه، وبحكي لهم كل واحد يجهز سلاحه. الطبيب بيحضر وبيحاول يعالج جرح الأخ الخامس، بينما كان الزعيم بيحكي معهم عن اللي شافوه. بيحضر اللي كان بيحكي عنه. الكل طبعا مرعوب، بحكي لهم عرفني مكانه ولا بخلص عليك. بس من الرعب ما قدر يرد عليه، وزوان بتدخل للمرة الثانية. بس الشيطان بهجم على الناس، والمحارب بتشتت وبروح يحميهم. فبيغافله بيقدر يجرحه. بحكي له ما بدك تعرف هدول الناس شو عملوا؟ أنا ما هاجمت عليهم من فراغ. هدول الناس مذنبين لأبعد درجة، وأنا جاي أنتقم منهم مش أكثر. اتفرج ومتع عيونك يا صاحبي. بفرد جناحاته وبطلق غاز غريب، والناس بلشت تتحول وتنجن. بس مش كلهم، بس أصحاب الذنوب والخطايا هم اللي بصير فيهم هيك. والشيطان بيكشف حقيقتهم للمحارب وبحكي له شوف حقيقة البشر. ومش بس هيك، بتغذى على طاقتهم وبحولهم لرماد بثواني. فالبشر المخطئين هم بس اللي بموتوا. وقتها الشيطان قوته بتكبر أكثر وأكثر، وكمان هيئته بتتغير بالكامل. المحارب كان بجمع طاقته مرة ثانية عشان يكمل القتال. حكيمة القرية أدركت الأمر بعد فوات الأوان. عرفت سر هجوم الشيطان عليهم، إنهم ارتكبوا ذنب كبير، ذنب لازم يكفروا عنهم كلهم. بيقرب منها وبسحب طاقتها وبسألها نفس السؤال اللي سأله لزعيم القرية، وقتها بتأشر له فعلا عن المكان. حكيمة القرية بعدها بتودع بين إيدين سو وبتحكي لها اوعك توثقي بأي حدا حتى أبوكي. وبهاللحظة بتفارق الحياة. وقتها زيوان كان خلص معالجة جرحه، جسمه كله بيشتعل وبتحول للون الأسود. بيطلع قناعه وبيلبسه، وشكله مش ناوي على خير هالمرة. أما الطبيب بشوف قدامه الأخ الخامس وبتحول لشيطان بسبب خطاياه، وبهجم على كل الناس اللي حواليه وشغال تقتيل فيهم بدون رحمة. كمان بهجم على ابنه وبده يخلص عليه. الطبيب بيحاول يوقفه بس ما في فايدة، بنطعن والشيطان مش راحمه نهائيا. أخوه الصغير يا حرام واقف وشايف أخوه بنطعن قدام عينه، وبحكي له أخوه أهرب من هون، بس الولد بركض على أخوه بده ينقذه. وقتها الشيطان بخلص عليه قدام عيون أخوه الكبير. بصرخ صرخة هزت أعماق الأخ الخامس من جوا وصحته لكم ثانية، وبحكي له خلص علي بسرعة بترجاك، خلص علي قبل ما أفقد السيطرة مرة ثانية. وفعلا الولد بخلص عليه وبروح يلحق أخوه الصغير اللي كان بآخر أنفاسه، وللأسف الولد بيموت بين إيدين أخوه الكبير. نرجع هسا للشيطان وزوان. بنقض عليه زي الأسد، ضرباته أسطورية وسريعة ومتكررة بدون ما يوقف. بصد كمان كل هجمات الشيطان ولا أحسن محارب. القتال ولع أكثر والشيطان مش راحم نهائي. هم الاثنين قوتهم ما إلها حدود. الشيطان هالمرة تطور بكثير عن أول، بجهز له كل قوته وبركزها بنقطة واحدة وبرميه على الجبل. بس على مين؟ شكلك بتحلم يا عمي. هاد زوان محارب النار، بنقض عليه بقوته الرهيبة، والشيطان مش ملحق يتفادى الضربات. اللي بصير إشي مش طبيعي. هاد مش إنسان عادي، هاد أسطورة بحقه حقيقي. الشيطان بجهز كل ما يملك من قوة وبصنع سيف ضخم وعملاق. زوان بنطلق عليه، بس هاي الطاقة مش قادر عليها، بس بصرخ بأعلى صوته وبطلق كل طاقته. زوان انتصر أخيرا على شيطان الطاووس، برجع لشكله الحقيقي وخلص بودع. بس في ريشة بتطلع منه بالسر وبتطير، والمحارب ما بحس فيها. الشيطان وقتها بضحك وبحكي له انت ما بتعرف اشي، فوت على البيت اللي جنبك وانت رح تعرف كل اشي. وقتها الأخ الثالث بوصل وما بده حدا يفوت البيت، شكله مخبي مصيبة كبيرة. الأخ الثالث بتزحلق وبوقع منه الدواء الغريب، والمحارب أول ما شمه أيقن الكارثة الكبرى. بفوت بسرعة على البيت، وهون كانت الصدمة. بلاقي الشيطان الصغير محبوس جوا السجن ومتعرض لأبشع أنواع التعذيب. البشر كانوا بعذبوا هالكائن وبستخرجوا منه الأكسر أو الدواء الغريب تبعهم. المحارب انصدم بكل معنى الكلمة، وبهاللحظة بيطلعوا على وجهه علامات الأسى والصدمة. الأخ الثالث بحكي له لا تأخذه، بس المحارب بسكته بنظرة منه. الشيطان بضحك وبحكي له أنت مفكر هيك إنه الموضوع خلص انتهى؟ فالشياطين ما رح تسامحكم بعد اللي صار منكم، ما رح تسامح أي بشر بهاي القرية، ورح تقضي عليهم كلهم. لازم هالبشر يكفروا عن ذنوبهم كلهم. ووقتها الشيطان بيموت. المحارب مش شايف قدامه، كل ملامحه غضب وحزن وأسى من اللي صار. ما كان متوقع هالبشاعة، وشكله هو ابن الشيطان اللي هرب واللي شفناه بأول الأحداث. وقتها بنعرف كل القصة من البداية. بهاي القرية وقبل 3 سنين انتشر مرض الطاعون بين كل سكان القرية، وموت كثير ناس منهم. الموت انتشر بكل عيلة وما في حل، وكمان كان بيخليهم يفقدوا الذاكرة لمدة 3 سنين.
ظلوا يدوروا على علاجات كثيرة بس بدون أي فايدة، لحد ما بيوم من الأيام الشيطان الصغير وقعت منه واحدة من حراشفه في بير القرية، وبعد ما سكان القرية شربوا منه انشفوا كلهم بالكامل، كله بسبب حراشفه بس. عرفوا وقتها إنه قدراته العلاجية ما إلها حدود. ظلوا يدوروا عليه يوم ورا يوم لحد ما لقوه بالفعل وخطفوه، وبلشوا يستخرجوا منه حراشفه عشان يصنعوا منه الأكسر أو العلاج تبعهم. بس البنت سو مش متذكرة هالإشي لأنها انصابت بالمرض هي كمان، واللي خلاها تفقد الذاكرة. ننتقل للطبيب اللي بدفن أخوه، على وجهه علامات الحزن والغضب، بنظر بعين كلها انتقام، شكله ناوي على إشي كبير. الروح بعدها لمكان موت الشيطان واللي ما كانوا عارفين وين يودوه. بحضر وقتها الأخ الأول والثاني لمكان موت الشيطان وبمتص قوته بالكامل، وبسأل عن مكان أخوه زعيم القرية وبروح له بحكي له إحنا سمعنا بالخبر وجينا لك بسرعة. مين اللي خطف الشيطان الصغير تبعنا؟ بحكي له عن المحارب الناري. فبيقرروا إنهم يروحوا يسترجعوا منه الشيطان الصغير. البنت سو بتفكر بحالها وبتحكي أكيد هم غلط، أكيد هذا اللي كانت حكيمة القرية بتقصده، أنا ما بصير أوثق بحدا بعد هيك. فبتقرر تعمل حالها بصفهم عشان تعرف شو أصل القصة، وبتحكي لهم إنها بتعرف المحارب. فبيقرر إنهم يستغلوا هاي النقطة وببعتوا أتباعهم معها عشان يلاقوا زوان، وبحكي لهم بس جسمي يتعود على القوة هاي بلحقكم. من الجانب الثاني وفي عالم الشياطين، ريشة شيطان الطاووس اللي مات بتوصل لهم وبتعرفهم باللي صار. الشياطين كلهم بعصبوا وناويين ينتقموا من البشر، وبقسموا على إبادة هدول البشر. بيبعتوا إشارة غضب كبيرة من تحت الأرض بحس فيها كل محاربين الأساطير. عرفوا إنه الشياطين خلص اتحدوا وناويين يقلبوا الوضع على عالم البشر. كان زوان بيراقب الوضع من مكان حراسته للبوابة ومعه الشيطان الصغير. فيا ترى صاحبنا زوان شو ناوي يعمل بالضبط، وشو سر الأخ الأول اللي شكله قوي كثير، ويا ترى هل رح يقدروا الشياطين يغلبوا محاربي العناصر الأسطوريين ويتحرروا لعالم البشر؟ استنونا بالموسم الثاني. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.